من الحاجات الواضحه جدا في اسلوب خان، وهي عامل اساسي في تكوين الحاله دي، والموضوع ده اتكلم عنه نقاد كتير جدا، ان خان دايما بيحب يصور الشخصيه كانها جوه برواز زي المرايات عموما، وخصوصا بقى مرايات العربيات، او نشوف انعكاس الشخصيه على فاترينات المحلات، او ان الممثل يكون واقف ما بين قواطع وخطوط هي جزء من تكوين المكان. الموضوع ده احنا ممكن نسميه تقطير، يعني كأن خان عايز يبروز لك حاجه معينه في الشخصيه، او كأنه بيحط لك خط تحت اللقطه دي عشان تاخد بالك منها. احيانا مثلا يكون عايز يقول لك ان الشخصيه محبوسه في واقع مادي او حاله نفسيه ما بترحمش، او يحسسك بالتوتر والترقب، زي مثلا اللقاء الاخير بين عصمت اللي هي كانت اثار الحكيم وفارس احمد زكي في فيلم طائر على الطريق. في اللقطه دي واقفين قدام باب العماره، الدنيا بالليل، باب العماره ده معمول من الحديد كده سيرفورجي، فكانه شكله ايه، شبه ايه، حديد كده، كانهم في سجن. هي بتقول له ايه بقى؟ على فكره احنا غلابه قوي، محكوم علينا نعيش طول عمرنا في سجن وما نقدرش نطلع منه، ويوم ما نحاول نخرج نموت. على فكره هي بتغششك اللي هيحصل في الفيلم. ساعات بقى المعنى ما يكونش مباشر قوي كده ولا واضح، بالذات لو البرواز ده شفنا جواه شخصيات ثانويه، فده بيخليك على طول تشغل مكنه الاسئله او مكنه المشاعر. هو قصده ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ زي انعكاس صوره رزق الاسكندراني اللي هو عبد الله فرغلي، اللي هو كان متعهد مباريات كره الشراب. ده كان شخصيه انتهازيه جدا، بيطلع كده بيبان في مرايه العربيه بتاعت فارس اللي هو عادل امام في فيلم الحريف. فعادل امام بيبعد بالعربيه، بيبان بقى في مرايه العربيه، وبيصغر يصغر يصغر، كل ما العربيه عماله تبعد هو صورته عماله تصغر تصغر تصغر، وهو بيقول سبحان العاطي من غير مناسبه. طب هو قصده مين؟ والكلام ده لمين؟